بعد ما بتهرب بترجع على البيت اللي قاعد فيه توم، بتنادي عليه بتقوله يلا بينا من هنا، صدقني احنا لازم نمشي حالا. بتقوله شوف هتجيب ايه معاك، احنا معانا بس دقايق قليله. بيكون بيسالها وبيقولها هو في ايه، بتقوله انا هبقى اقول لك لما نبقى في امان. قال لها لا انا عايز اعرف حالا. بتقوله طيب يا سيدي باباك جه قدام المدرسه وخدني في بيت وقال لي اللي انت مستنيني هناك، وبعد كده هو هددني، هو عارف ان انا عارفه انك ابني، وبتاخد منه مفتاح العربيه عشان يمشوا. بترجع للعصابه وبتشوف هما عملوا له الباسبور ولا لا عشان يعرفوا يسافروا. بترجع العربيه للولد وبعدين بيسالها هو دلوقتي احنا هنعمل ايه. بتقوله دلوقتي احنا هنطلع ونجيب تذكره ونروح فرنسا. ولكن وهم واقفين وبتسلموا الباسبور بيقول لها معلش انت ممكن تركني لي على جنب شويه، مجرد روتين وعايزين نفتش العربيه. بتكون قلقانه انها تتكشف، ولكن الحقيقه انهم كان جاي لهم بلاغ ان الولد مخطوف. بيجي لها المحامي وبعدين بيسالها هو انت عرفتي منين ان ده توم وانه ابنك فعلا مش دانيال. بتقوله من ضحكته انا عرفت، وكمان من العلامه اللي على وشه ده اكيد ابني. بيقول لها على فكره بس بن طليقك مش مقتنع. تقوله اكيد كيت مرات بن هي اللي بتخليه مش مقتنع، عشان لو عرف ممكن يرجع لنا ويسيبها. فبيقول لها انا عايزك تبقي قويه وهطلعك. تاني يوم بيخش عليها واحد بيقول لها احنا عملنا تحليل DNA، فعلا دانيال ابنك بنسبه 99%. الست بتبقى مصدومه بتقول له ايه؟ بيقول لها احنا اثبتنا دانيال هو ابنك توم. بتكون مش مصدقه نفسها وبتعيط، وبيتم القبض على الراجل اللي خطفه. بتكلم ابنها بتقول له اعرفك دي جدتك. الموضوع ما انتهاش على كده، اللي حصل انها بتقوله انا عايزه اقولك على حاجه يا جيسون، انا قبل ما اي حد يعرف انا عملت تحليل DNA في البيت، بس كانت النتيجه مختلفه ان هو مش ابني. فبيقول لها بص يا ستي التحاليل اللي انت عملتيها مش هنقدر نثق فيها لانها تحاليل عاديه مش في مختبر، انما ده تحليل في مختبر وهو ابنك. بس هي ما بتهداش، راحت لبابا دانيال وقعدت تتكلم معاه بتقول له انا مش عارفه انت هتسامحني ازاي على اللي عملته. هو ما بيكونش فاهم فبيقول لها يعني ايه. بتقول له بص يا سيدي انا عملت تحليل DNA واللي حصل ان هو ما كانش ابني وان هو كان ابنك. بيقول لها طب ازاي وتقارير الشرطه؟ بتقول له ما انا مش فاهمه برضه.